السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيت تساؤلات كتير طبعا على الفيديو ده، الناس مش فاهمة ايه اللي بيحصل. انا عايز اقول لحضراتكم ان دي الأكاديمية العسكرية، وده اختبار من ضمن الاختبارات المنصوصة في الكلية العسكرية على الطالب أثناء تقديمه للأكاديمية العسكرية أو الكلية العسكرية. وده اسمه اختبار الثقة بالنفس. بتكون القفزة من على ارتفاع 8 متر. لازم القفزة ينزل الجسم يكون متوازي ومشدود الرأس زي ما شايفين حضراتكم كده. وده من أهم الاختبارات في الأكاديمية العسكرية. ناس كتير بتستبسط الموضوع ولكن الموضوع صعب جدا. ده أهم اختبار في الأكاديمية العسكرية. حضراتكم المسافة على 8 متر، لازم لحد ما يوصل لحد المية كده يكون الجسم متوازي، مفيش أي انحناء في الظهر أو فتح في القدمين أو فتح في الذراعين. ساعتها الطالب هيكون موفق وناجح بأمر الله. أما إذا كان في انحناء في الظهر أو فتح القدمين مع فتح الذراعين مع انحناء الرقبة، الطالب مش هيكون مقبول. مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا، ربنا يوفقكم جميعا يا رب، وتحيا مصر.